بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم ولايف جديد. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات. قرار صادم اليوم صدر من المحكمة الرياضية الدولية. ولما أقول المحكمة الرياضية الدولية يعني جواب نهائي، فاينل. رمضان صبحي بعيد كل البعد عن ممارسة الرياضة بشكل احترافي، مش كرة القدم فقط، لمدة 4 سنوات. ما يعني أن رمضان صبحي أقرب إلى اعتزال كرة القدم. الاستئناف، وخلال 30 يوم تقدر تقدم استئناف قدام المحكمة الفيدرالية السويسرية. كل ده في الشكل، في الإجراءات وليس في الموضوع. رمضان صبحي تتر النهاية الحزين شغال على ناي. أنا بكلمكم وأنا سامع صوت الناي في وداني. من لعيب كان بيتم تحضيره يبقى واحد من أعظم أساطير كرة القدم في مصر، ليس على مستوى اللعب فقط، بل كان بيتم تهيئته انه يبقى رئيس النادي الاهلي، عشان ينتهي به الامر على قارعة الطريق بقرار ايقاف مسيء للاسف. 4 سنوات بتهمة اتلاف عينة منشطات. الواحد متضايق، وزي ما قال الكابتن الخطيب، وبصراحة الكلمة بترن في ودني، بصراحة يعني بصراحة انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. انا هنا لا الوم بيراميدز، بالعكس بيراميدز منظومة محترمة جدا وعملت شغل كويس، لكن رمضان يتحمل المسؤولية كاملة فيما حدث له بمنتهى الصراحة، بكامل الصراحة. أنا بقول لكم بصراحة، رمضان صبحي يتحمل المسؤولية. ثانية واحدة خليكم معايا علشان محدش يزعجنا. الناس ما شاء الله ما بيحبلهاش الكلام إلا واحنا بنشتغل. أتمنى يكون الصوت واضح، بس أهم حاجة الصوت واضح يا جماعة. خلاص أنا قفلت دي غلطتي، المفروض أقفل كل المنصات وأنا شغال. اتمنى بس الناس تقول لي ان الصوت واضح. ها، قولوا لي يا جماعه الصوت واضح ولا لا؟ قولوا لي. ها، اعتقد ان المنصه التانيه شغاله، الصوت واضح. ازيك يا معتز يا شحاته؟ المنصه التانيه شغاله. طيب واضح وتمام و100 فل و14. ازيك يا استاذ محمد الدوخي؟ طيب. ازيك يا استاذ حسين؟ حسين سقاوي علي. شكرا يا استاذ حسن عم مجيد. شكرا يا استاذ خالد عصوا ايه، اسوا. ماشي. تحياتنا من النوب، اهلا وسهلا كل اهل ابو سنبل. طيب، دي القصه الاولانيه. القصه الثانيه برضه رمضان صبحي. ما انا ما يعني انا بقول لكم اخبار، مش متعمد يعني. وتاني وتالت ورابع ربنا يعدي له الايام دي على خير. تاني وتالت ورابع. طبعا كلكم عارفين خلاص ان هو هيفضل لغايه يوم 30 ديسمبر محبوس احتياطيا على ذمه قضيه تزوير محررات رسميه في معهد ابو النمرس للسياحه والفنادق. حبيبي يا استاذ مجدي العاشر من بني سويف، اهلا وسهلا. فنعلي الصوت. اتمنى يكون الصوت عالي. فوجئنا بايه؟ الزج باسم محمد الشناوي، وكمان اصل ما اعرفش مين عرفه على مين، والمتهم الاول يعني استاذ عمر هريدي يعني. فطبعا استاذ عمر هريدي اللي هو معروف دايما عنده شويه يعني حاجات كده معروفه عنه، يعني انا به ابن بيه. اتكلم كويس يا ولد. ما اعرفش الحاجات اللي هي اللطيفه بتاعت. طبعا هو اسم كبير في عالم المحاماه لا شك، وهو صديق عزيز على فكره الاستاذ عمر هريدي. لكن كتصريحاته بشأن ان محمد الشناوي هو اللي عرف رمضان على المتهم الاول اللي هو انسحب من الدفاع عنه، وان القصه والحكايه والروايه اثارت غضب عارم لدى محمد الشناوي، ولدى رمضان صبحي طبعا، ولدى شريف اكرامي. وهناك تحالف، ومعاهم كمان بيراميدز. قالوا ان هم هيشكلوا هيئه دفاع لإقامة دعاوى قضائية مختصة أو دعاوى قضائية مختصة ضد الأستاذ عمر هريدي بشأن التصريحات التي أدلى بها، تصريحات تلفزيونية لبعض البرامج، ومنها
برنامج الزميلة سهام صالح. رمضان في موضوع الحبس الاحتياطي ينتظر بقى الوضع ايه. طبعا الجلسة محجوزة للحكم،